هنعمل بقى النهاردة مع بعض الفطير المشلتت بأسهل طريقة ممكن تعملي بيها، اللي هو الفطير المشلتت على أصوله الكبير ده، مش الصغير. الفطاير الصغيرة دي أنا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس الفطاير دي بقى تجنن وبطريقة توريق سهلة جدا جدا جدا. هتعمليها معايا ومش هتبطلي تعمليها بعد كده. شايفة الفطيرة ما شاء الله قد إيه؟ كبيرة ومورقة وطرية جدًا، جدًا، وطعمها ما شاء الله حلو جدًا، جدًا. شايفين جمالها وطراوتها عاملة إزاي؟ تجنن يا بنات، حلوة جدًا. نصلي بقى على النبي الأول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو ده بقى الفطير اللي يفتح النفس بجد. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف إحنا عملناه إزاي. معايا كيلو دقيق حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح، بس ما تبقاش هرمية، مش مليانة قوي. حط عليهم معلقتين سكر كبار، وهنحط بقى مية عادية من الحنفية، يعني مش سخنة ولا فيها أي حاجة. هنعجن بقى حسب ما الدقيق بتاعنا ياخد مية، علشان مش كل الدقيق زي بعضه زي ما انتوا عارفين. في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق ما بيشربش السوائل كتير. بس عجينة الفطيرة يا بنات بتبقى تقيلة، مش عجينة زي الكيكة ولا القرص ولا الكلام ده. شايفين أنا كده خلصت العجن خالص، والعجينة تقيلة جدا. تمام كده. هاشيلها بقى من الطبق كده دهنة زيت، وهدهن برضو ايديا زيت كده واحطها على العجين ونسيبه يرتاح نص ساعة بالظبط. لازم يرتاح علشان لما نيجي نفرده ما يلمش معانا تاني. هنكور بقى كور صغيرة كده، يعني انا كورتهم 20 كورة، 20 كورة صغيرة. تمام كده. بس منهم كورتين كبار، يعني علشان خاطر الفردة الأخيرة بتاعت الفطيرة اللي هنلم بيها الفطير كله لازم تبقى كورة كبيرة. شايفين دي كور صغيرة ازاي؟ لا دي كور كبيرة ازاي. دول 2 علشان خاطر هنعمل الفطيرتين بكيلو الدقيق. هندهن بقى دهنة زيت فوق الوش كده، وطبعا الصينية دي مدهونة زيت برضو علشان العجين ما يلزقش. دي بقى سمنة بلدي او زبده بلدي، يعني مش متسيحه، علشان خاطر بتخلي الفطير طري جدا. انا فكيتها على البوتاجاز ما تمتش كام ثانيه كده، يعني مش تسيح خالص تبقى عامله زي الزيت، لا انا عايزاها زي ما انت شايفاها كده. ده هنتزيد بقى على الرخامه. طبعا انا سبت العجين يعني ارتاح كده 10 دقايق تقريبا بعد ما كورته. شايفين يا بنات بيتفرد ازاي؟ طبعا بيتقطع، مش مشكله خالص ولا يهمك. هنبل ايدينا بقى كده بالسمنه او الزبده بتاعتنا، وطبعا ممكن تعمليه بأي سمنة، مش مشكلة خالص، زبدة فلاحي أو الكلام ده ممكن تعمليه بأي سمنة انت حابة تعمليها. فردناها كده ودهنة زيت برضو في أي حاجة تانية علشان خاطر ما يلزقش برضو على الرخامة. وطبعا بنبل ايدينا بالزبدة كده وندهن وش الفطيرة من فوق. هنفرد بقى كمان واحدة. شايفين بتتفرد ازاي؟ ما بتضغطيش ولا حاجة، انت بتسحبي لبره كده، والعجين بيتفرد معانا زي الفل. ليه بقى؟ علشان هو مرتاح جدا. عارفة لو مش مرتاح، مش مريحة العجين، كان لم معانا. هنشيل بقى القطعة كده ونحطها فوق القطعة اللي احنا فردناها قبل كده، ومن غير ما تضغطي وتفرديها كويس ولا اي حاجة. انت بتفردي على قد ما بتقدري، مش مشكلة يعني. دهنة زيت تانية علشان برضو العجين ما يلزقش في الرخامة. شايفين يا بنات بيتفرد ازاي بكل سهولة؟ بسحب لبره كده وبيتفرد معايا. طبعا زي ما بقولك مش لازم تيجي على نفسك وتفرديه كويس ولا حاجة. احنا بنفرد اي فردة عادي جدا علشان احنا هنضغط عليها بعد كده وهتتفرد وتبقى مورقة وزي الفل. دهنة سمنة او زبدة فوق الوش كده بقى. وعملت 9 ورقات، يعني أنا عملت 9 قطع. تمام كده. والقطعة العشرة اللي هي الكبيرة اللي أنا بفردها دلوقتي دي، تمام كده، دي اللي هلم بيها العجين كله. لازم القطعة اللي نلم بيها الفطيرة في الآخر تبقى كبيرة، علشان خاطر هناخد الورقات اللي احنا عملناها دول هنقلبهم زي ما انت شايفة كده، يعني أرضية الفطيرة فوق كده علشان خاطر وش الفطيرة اللي هيبقى تحت. شايفين أنا بحط إيديا على فكرة في الزبدة وبدهن كده زي ما انت شايفة كده، وبلم الفطيرة زي ما انت شايفاها كده بالظبط. شايفين؟ بس كده خلصنا الفطيرة. والله أنا ما كنتش قادرة أعمل حاجة بصراحة. شايفين أنا لميتها إزاي؟ تمام كده. وفي صينية مدهونة بالزبدة برضو هنحطها ترتاح، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها شايفين كده؟ سبتها بقى لما فردت الفطيرة التانية. أنا عملت الفطيرتين أهم. أول فطيرة بقى اللي هنفردها دلوقتي هنضغط عليها وهنسويها عما التانية ترتاح شوية. دي الزبدة اللي فاضت معايا من النص كيلو.
هندهن بقى وشها كده، طبعًا إحنا داهنين وشها برضه قبل كده ساعة ما حطيتها في الصينية علشان الوش ما ينشفش مننا ويعمل قطع ناشفة كده فوق الوش. باحط إيديّا في الزبدة كده وبافرد بضهر إيدي علشان خاطر يورّق معانا مش تبُطّي بإيدِك كده، وأعلى درجة حرارة في الفرن هيطلّع لِك الفطير اللي زي الفل ده. الفرن أعلى درجة حرارة والشواية كمان أعلى درجة حرارة، ما بياخدش 10 دقايق بالضبط. دي الفطيرة التانية، الفطيرة الأولانية اللي أنا وريتها لكم من شوية. دول الفطيرتين ما شاء الله يجننوا، وطرية جدًا ومورقة، شايفين الورقات عاملة إزاي يا جماعة؟ حلوة جدًا، وأنا كنت والله ما كنتش قادرة فعلًا إن أعمل فطير ولا أعمل حاجة ومكسلة، باقول الطريقة دي يعني أول مرة أجربها هتاخد وقت معايا، والله أسهل طريقة للفطير أنا عملتها، ما خدتش وقت نهائي، نُص ساعة وكنت مخلصة. شايفين جماله ما شاء الله بقى، وجبنة قديمة وعسل بقى وإيه، عيشي بقى مع الفطير ده وبألف هنا وشفا. جربوه يا بنات وهتدعوا لي.